الله على روايح الشتاء يا ولاد الله. بصوا بقى، انا عندي البوتاجاز والله والعه اهو، عامله فراخ جنب الرزه. بس عندي مزاج كده اللي انا اولع البابور الصغير ده، احنا بنقول عليه بابور يعني، بس هو اسمه بوتاجاز عندكم يعني الناس المتمدنه يعني في المدن. عندي مزاج كده اولعه. قلت بقى اما اطبخ عليه الرز البسمتي. شايفين جمال الرز البسمتي؟ شايفين الجمال ولا ريحته بقى يا جماعه؟ والله لا تقولوا لي ولا اقول لكم ما شاء الله. طبعا انا جايبه رز بسمتي من اللي هو اللي على قد الايد يعني، الكيلو ب65 جنيه بس. حلو والله، الفرق الحبايه بس، اللي هو ب80 حبيته كبيره شويه، لكن ده حبيته صغيره بس حلو، نفس الطعم يعني. شايفين الرزايه ولا ريحته بقى يا جماعه؟ يا خبر ابيض. تحط عليه بقى زبيب، تحط عليه عين جمل، فستق، لوز، انت وامكانياتك. انا حاطه زبيب فقط يعني، وقرفه وليموناته هي، وشويه قرنفل وشويه كركم. انا بعمل ايه بقى؟ انا بسوي الفراخ كده الاول، بتبلها وبيتها في التتبيله من الليل، واصبح الصبح اسويها في الشوربه، واخد الشوربه اطبخ بها الرز البسمتي. فاضل شويه هم بغليهم برضو، احطهم في التلاجة كده، بعمل بهم طبق ملوخيه بكره، وبنعدي يومنا، يوم رز كده وفراخ، واليوم التاني نواشف كده مع شويه شقق بخميره، مع حته جبنه حادقه، مع طبق ملوخيه وشويه جرجير، ويبقوا احلى يومين في الغدا. ما شاء الله ما شاء الله. ايه رايكم في الجمال ده بقى يا جماعه؟ ايه رايكم في زمان وايام زمان؟ كل الزمان ارجع يا زمان. سامعين صوت البابور ده؟ بيفكركوش بالايام الجميله، الايام البسيطه، الايام اللي كلها رضا وقناعه وحب الخير للغير. فاكرين الايام دي يا جماعه؟ مش موجوده دلوقتي. تبقى ماشي مع الانسان وبيضحك في وشك، وتلاقيه من ظهرك بيقول كلام عليك او بيطعنك وبيخطط لك تدابير سودا. ربنا يسويت على كل قلب وحش ما بيحبش الخير لغيره. يشوف السواد دايما بين عينيك كده يا رب، وما يشوف اي سعاده ولا راحه بال اي انسان اناني ما بيحبش الخير لغيره. امين يا رب العالمين. بحق يوم جمعه، ساعه صلاه المغرب اهو يا جماعه، والدنيا بتشتي بره، وانا بعمل رز بسمتي وفراخ. وبصوا بقى راح اعمل لهم تحليه حلوه تانية بقت عامله لهم شربات اهو، راح اعمل لهم قلاش بالليل حلو. ودي قشر الليمون باخده كده زي ما انتم شايفين كده، اطلعه من الفريزر لما اعمل كميه، اسلقه واخد الميه بتاعته اعمل بها بريل، والهري ده اشيله في الفريزر اغسل بيه السمك واللحوم. ودي علبه عسل جلوكوز قربت تخلص اهي، لما تجيبي عسل جلوكوز هاتلك علبه كبيره توفري. ودي ميه ترمس مره، اغسل بقى شعري، لان ميه الترمس المره حلوه قوي للقشره يا جماعه. طبعا كلنا فينا قشره في الشتاء ده، واللي هتقول ما فيش قشره اقول لها ربنا يسعدك ويبعد عنك القشره. فميه الترمس المر ممتازه للقشره والحكه اللي في الراس. يعني هاتلك ربع كيلو ترمس مر كده واسلقيه، وخد الميه بتاعته. طبعا الترمس بتغير عليه كل شويه، مرتين 3 في اليوم. فبتاخدي اول يوم على الميه اللي انت سلقه فيها الترمس نفسها، وتضيفوهم على بعض وتغسلي بهم شعرك، وتفرجي بقى على الجمال. والله يا جماعه عن تجربه طول عمرنا ومنا معودانا على كده. وراسك فيها قشره بتاكلك فيها اي حاجه مزهقاكي، اغسليها بميه ترمس. ميه الترمس المره ديت كنز ما ترميهاش. واقول لكم فكره كمان، البوتاجاز بتاعك حط له المونيا، ورق المونيوم اللي هو التخين ده، بيحمي الايدين يا جماعه. شايفين الايدين البوتاجاز بتلمع ازاي؟ كل شويه كنت الاقي عليها زيوت وحاجات من ديت، افضل اغسل فيها لحد ما وصلتها بقت لون بنه. طبعا هي كانت لونها استلس، بس من كتر الحكه فيها ادتها اللون اللي هو تحت بقى. فجات لي الفكره دي بصراحه من اختي، ربنا يديها الصحه ويبارك لي فيها يا رب. لقيتها عامله كده على البوتاجاز بتاعها، مش عامله البوتاجاز كله لا، زي ما انتم شايفين كده. فلقيت اختي عامله الفكره دي، قلت لها انت عاملاها كده ليه ساميه؟ قالت لي بتحمي العيون وتخلي العيون نضيفه معاكي على طول، ما تزهقيش في التنظيف. فقمت رايحه على طول منفذه الفكره، وقمت مغطيه الغطا ده كده. شايفين ورق الالومنيوم الخفيف ما ينفعش انك تكسي بيه بوتاجاز، بيتقطع منك بسرعه يعني. فالورق التقيل ده هو اللي ينفعك في الموضوع ده. وبس كده يا حبايبي، مع الف سلامه.